اللاعب المغربي أشرف حكيمي يكشف عن الأسباب التي جعلته يكتب ثروته في اسم والدته. تكلم الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي عن قضية تحويل اللاعب لجميع ممتلكاته باسم والدته بعدما كانت زوجته قد طالبت بنصف ثروته حسب القانون بعد انفصالهما. وقال النجم المغربي خلال حضوره ضيفا في برنامج أبتوكس على منصة اليوتيوب: في الحقيقة هي أنني منذ صغري كنت أحصل على الكثير من الأموال عن طريق ممارسة كرة القدم، لكنني لم أستطيع إدارتها، لذلك استطاعت والدتي من إدارة كل ذلك، وتعلمت منها كيف يمكنني إدارة هذه الأشياء. لقد ساعدتني والدتي في التعامل مع كل هذه الأشياء. أنا دائما أخذ رأيها بخصوص الأموال عندما أشتري منزلا أو سيارة أو عندما أكسب الكثير من المال، ولهذا السبب قررنا أيضا أنها لن تعود إلى العمل، لأننا أدركنا أنه يمكننا التعامل مع ذلك. كانت هي التي تدير كل شيء، يضيف أشرف حكيمي. وأكمل حديثه: أعتقد أنه عندما يكون لديك المال فإن والدتك ستحتفظ به لك، وأيضا لن تحاول سرقتك أبدا لأن أموالك هي نقودها، لأنها عندما كانت تعمل وتكسب المال فإنها تعطيك من هذا المال. وحتى هذه اللحظة والدتي تريد الأفضل بالنسبة لي، لن تتمنى أبدا الأذى لي أو لإخوتي أو الأسرة، لذا فهي الشخص الذي يمكنني الوثوق به عندما يكون لديك المال أو الشهرة. لا يمكنك الوثوق إلا بعدد قليل من الناس، وأعتقد أن والدتك هي الشخص الوحيد الذي يحبك حقا، سواء كان لديك مال أم لم يكن لديك الأموال. الحب الحقيقي نابع من القلب ليس حب المصالح. وتابع حديثه: هذا الأمر لا علاقة له بالزواج، لأنه كما قلت سابقا كان ذلك الأمر على هذا النحو منذ الطفولة. حتى عندما يكون عمرك 18 عاما لا يمكنك استخدام حسابك البنكي، لذلك كانت والدتي تتحكم في كل شيء، ولأن كل شيء كان جيدا تركنا الأشياء كما كانت، خاصة عندما زاد نجاحي. أن تعلم جيدا أن الأم هي التي تدير أمور المنزل، كانت تتحكم في كل شيء وكنا نخبرها بكل شيء، لذلك كانت مسؤولة عن كل هذه الأمور. وواصل حديثه: تركنا هذا الأمر للقضاء، وهو أفضل طريقة لشرح الأمور. كما نقول دائما، عندما تحقق النجاح وتسير الأمور على ما يرام تصبح هدفا سهلا للجميع. علمني ذلك أنه لا ينبغي أن أثق في الكثير من الناس حولي. عندما تركنا هذا الأمر للقضاء رأينا أنه كان مجرد وسيلة للابتزاز، أرادوا ابتزازي، لهذا السبب رفعنا دعوى قضائية وسارت الأمور بشكل جيد. وتابع أشرف حكيمي حديثه: تعاملت المحكمة مع الأمر بكفاءة وبسرعة، كنا قادرين على حل ذلك، والجميع سيعرفون الحقيقة، وسوف نتحدث عن هذا الموضوع بسهولة، لكن هذا الحادث علمني أن أثق بعدد أقل من الناس حولي.